مساء الفل. مساء الفل عليكم، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وكل الامه الاسلاميه بخير يا رب. يسعد علينا وعليكم جميعا. اول يوم العيد فتة، اول يوم العيد يعني فتة. طبعا الفتة الرز بتاعها معروف بيبقى ابيض، ما بيتحطش عليه حاجه، ماشي. يبقى هنا ده دي معلقه زبده على معلقتين زيت كبار، وهنجيب الرز نحطه عليهم. حطينا الرز، صلى على النبي بقى قبل اي حاجه، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين. اهو بتاع خلاص. الرز زي ما بعمله كده، وبالذات بقى الابيض ده تسيبيه حوالي دقيقه، دقيقه ونص كده، تقعدي تقلبي فيه عشان يطلع معاكي ابيض والحبايه بحبايتها مش ماسكه في بعضها. غلفيه كله بالزيت والزبده اللي احنا حاطينهم عليه. بسم الله بسم الله. سيبه كده دقيقه ولا دقيقتين، نهديه على النار خالص اهو. بسم الله. ما بعليش عليه النار. هو كده الرز الابيض، غلفيه بالماده الدهنيه بتاعته، وبعد كده حط عليه ميه، مش شرط تكون ميه سخنه، حط عليه ميه من الحنفيه يعني. بسم الله. طبعا انا جبت اللحمه وعلقت عليها من بدري ان هي ايه، دي لحمه كبيره مش لحمه صغيره، احنا بنحبها كبيره عشان بتبقى شربتها حلو. الصغيره دي بجيبها لما بروح اعملها في طبيخ. خلاص. بسم الله. اللحمه بتاعتي انا معلقه عليها من بدري، خدت غلوتين ووطيت عليها النار اهو. بسم الله. يعني تقريبا من ساعه لما جينا من صلاه العيد علقت عليها، خدت اول غلوتين ووطيت عليها تستوي براحتها اهو. بصوا طبعا حاطه لها بصل وفلفل وطماطمايه. بسم الله. ثواني اهو. بصوا خلاص بالظبط كده 10 دقايق اهو، بس عشان سخنه مش عارفه امسكها. هي كده اللحمه دي توطي عليها النار، تاخدي منها شرب. بصوا القدام بتاع الشرب عامل ازاي. عمرك ما تجيبي اللحمه الصغيره وتعمل معاكي شوربه، هتلاقي شوربتها على طول خفيفه كده وما بتشربش. هي اللحمه الكبيره معروفه بسم الله ان هي مش لو هتعمليها فته مش هتعمل معاكي شوربه. نحط للرز، هنحط له الميه للرز اهو، وهنحط الملح بتاعه. بسم الله بسم الله. الميه مش شرط زي ما قلت لكم كده تكون سخنه، ميه من الحنفيه عاديه خالص. بسم الله. سيبه بقى ياخد غلوتين وغطيه دلوقتي ياخد غلوتين واوطي عليه خالص. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنعمل الصلصه بتاعت الفتة. خلاص انا كده يعتبر اللحمه خلاص والرز خلاص اهو، يا دوبك ايه هننشف العيش ونعمل الصلصه اهو. احط له بس شويه ميه صغيرين كمان اهو، بق صغير اهو، وهغطيه زي ما قلت لكم غلوتين بالظبط، وتيجي موطيه عليه وسايباه. ظبط بس النار عليه عشان كنت موطيه النار. ونعمل بقى الايه التوميه والصلصه بتاعت الفته. بص دي كده بسم الله الصلصه بتاعت اللهم صل على النبي بتاعت الفته. احط لها زيت، مش هحط لها حاجه تاني، شويه زيت صغيرين عشان الصلصه. اقلي فيها
4 بقى او 5 فصوص توم. بسم الله. مش هحط لها اي حاجه بقى دلوقتي غير الصلصه. بسم الله. بصوا مش هعمل اي حاجه غير الصلصه. بسم الله. قبل اي حاجه لو عجبكم الفيديو ما تنسوش تعملوا لي لايك والاشتراك في القناه تدعموني. بصوا التومه مش عايزاها تحمر، يا دوبك تصفر بس عشان ما تخليش الصلصه فيها مزازه كده، لا هي تاخد لون ذهبي بس اهو. على عليها بس النار شويه. ما بحطلهاش بقى لا كزبره ولا اي حاجه، بحط لها اول ما تصفر شويه فلفل اسمر. ولما بحط الطماطم بحط مرقه واحده بس. خلص تسبك. طبعا انا في العادي بحط والطماطم بتتسبك شويه سكر صغيرين، ربع معلقه اقل كمان والله، بس عشان ايه يعادل المزازه اللي في الطماطم. بس الطماطم دي عشان انا عصراها ومسبكاها على البوتاجاز، كنت عامله حبه قبل العيد، فحط عليها السكر والملح بتاعها، فمش هحتاج ان انا احط لها سكر تاني. بصوا اهو لون ذهبي، مش عايزه اكتر من كده اهو. هحط شايف الفلفل الاول اهو عشان الفلفل الاسمر عليها اهو، وهحط الطماطم اهو. بسم الله. مش هتجيب معايا عشان الطماطم كده كده ايه متسبكه اهو. مش محتاجه بقى خلاص. هحط لها ايه واحده مرقه، وهزودها نص كوبايه ميه عشان انا عايزاها التومه تستوي فيها. ههدي عليها النار شويه واسيبها شويه قبل ما اعمل الرز يستوي. ولما صلي على النبي قبل ما اعمل العيش هقطع العيش واحده مرقه بس، ما بحطلهاش ملح دلوقتي عشان المرقه مملح، لقيتها محتاجه بحط لها. بسم الله. خلاص بقى هزودها شويه ميه. نص بس نص كوبايه اهو، عشان انا عايزه التوميه دي تستوى وما تبانش فيها. خلاص بقى سيبها مع نفسها هي واقطع العيش. بصوا العيش ده حطيت عليه شويه زيت، يعني عملته بالفرشه كده بالزيت ودخلته الفرن عشان يبقى متحمص. بصوا ما بحطوش طعم اهو. بصوا هحط عليه بقى، هحط عليه شوربه. بسم الله. شويه شوربه صغيرين الاول يطرفوا شويه مع معلقه صلصه. الصلصه اهي اهو، احط بس معلقه اهو عشان نطعم بقى العيش اهو. انا عامله ايه شغلتين، واحده عيش قليل عشان ولادي ما بيحبوش فيها عيش كتير، والتانيه بقى حاطه فيها عيش كويس اهو. ماشي هقلب بقى بسم الله. شويه شوربه اهو، شويه شوربه مجرد بس ان انا مطعم العيش، وهحط له الرز بتاعه عادي خالص اهو.
الرز اهو. بصوا الرز اهو، هتشوفوه دلوقتي لما احطه في بصوا رز مفرفر خالص اهو، عشان انا شوحته دقيقتين كده زي ما قلت لكم في الزيت اهو. احط الرز اللحمه طبعا استوت، بقت زبده، استوت خالص. ما بنحبهاش متحمره، احنا بنحبها طريه كده. قبل ما احط الصلصه هحط شويه شوربه اهو. بسم الله، مش عايزه بقى فيها ايه اهو، على الوش كده اهو. مش هقطع عشان العيش ما يطرش معانا، احنا بنحبوها العيش يكون ناشف شويه اهو. حته الطماطم بس بتاعت الصلصه الصلصه لو لقيتيها ماسكه شويه معاكي ممكن تحطي عليها نص معلقه شوربه زي ما انا عملت كده اهو اهو اهو. التانية برضو هعمل فيها كده. ولو وصلتوا لحد هنا وعجبكم الفيديو متنسوش تعملوا لايك واشتراك في القناة تدعموني. يوميات جوجو خلاص كده. احط بقى ايه، احط الشوربه وانا حاطه لها ملح وحاطه لها كل حاجه. بصوا بقى الشوربه بتاعت اللحمه الكبيره زي ما بقول لكم. بسم الله اهو. بصوا لو لحمه صغيره عمرها ما تلاقيها كده. اللحمه الصغيره معروفه ان احنا بنطبخها بس مش بنعملها شوربه. بس تاني بس اوريكم الاول قبل ما اقفل اللحم وسواه. بصوا سوى اللحمه شايفينها اهو، وطي عليها النار هتستوي معاكم مش هتغيب اهي. كمل غطونا بقى. ولو عجبكم الفيديو متنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتحطوا لايك. السلام عليكم.